الاداره اللي جت كلها مش عارفه تسجل، مش عارفه تشغل المستشفى. المستشفى ما بتشتغلش لغايه دلوقتي. احنا اجورنا من 200 ل 300 ل 400 جنيه. اكل وشرب ونوم وسكن والكلام ده كله هنجيب منين؟ طبعا الفلوس هو مني عيب. تمام. كل بتوع الشبان بيشتكوا من الموضوع ده، احنا مرتباتنا صغيره ومش عارفين نعيش، واخدين قروض وعلينا فلوس ومفيش حوافز. ما خدناش حوافز من 2005 لغايه دلوقتي. كل علاوه بيجي معانا بيقول لك مفيش موارد. مفيش موارد لان المستشفى ما بتشتغلش. طب احنا مش عارفين نشتغل، نضمها لاي حد، نضمها للمحافظه. الشؤون الاجتماعيه مسؤوله عننا اصلا، المفروض هي مشرفه عننا الشؤون الاجتماعيه. وهي بتعمل ايه بقى؟ ما بتعملش اي حاجه. نيجي نبعت لها شكوى بيبعتوا لنا بيردوا علينا يقولوا المجلس الاداره حساب الموارد الماليه من 2005 لغايه دلوقتي ما خدناش علاوات. الناس اللي خدت علاواتها دي كلها وفلوسها زادت بيشتكوا. احنا بقى 400 جنيه يعملوا ايه؟ نعيش ازاي؟ 21 سنه بنشتغل وممرضات وبناخد 400 جنيه. المستشفى ما بتشتغلش. احنا مش هنلاقي مرتبنا الشهر الجاي. يعني كمان مش بنطالب بزياده اجورنا وبس، احنا مش هنلاقي مرتب الشهر الجاي لان المستشفى ما بتشتغلش. مستشفى في احسن مكان في التاهيليه، موقع ممتاز بتاع حوالي 4 كل ده بسم الله ما شاء الله، يعني مكان ومتميز عند المحافظه وممكن تشوفه وتصوره. وما بيشتغلش. ما بيشتغلش ازاي؟ انا عايز افهم ازاي دي ما بتشتغلش. عايزين يضموا حضرتك في اي مكان تاني، عايزين نضم المكان ده. يعني انتوا بتطالبوا نضمه؟ ضموا اي مصلحه. طبعا بتطرح نضم لايه؟ لحظه يا بيه، احنا بنبعت بخطه للمحافظ هو اللي يقول هنا الايه. احنا مش عارفين احنا تبع ايه. بعد اذنك كلمه واحده بس هقول لك، كلمه واحده هقولها يا بيه. حضرتك ممكن تيجي الشبان دلوقتي وتصور المكان. كلمه واحده هقولها لك، استنى بس كلمه واحده. عاوزين المحافظ يتبنى الشبان المسلمين. المطلب الوحيد المحافظ يتبنى الشبان المسلمين. انا بقالي 18 سنه في الشبان باخد 460 جنيه. 18 سنه باخد 460 جنيه. عاوز المحافظ يتبنى الشبان المسلمين بس. طيب المحافظ يقول لك مفيش موارد ماليه. لما مفيش موارد ماليه تعين الناس على المعاشات وتدي لها 1000 جنيه و1000 ونص. 1000 جنيه ومفيش موارد، امال لو في واحنا بقى بناخد 400. والناس اللي مش لاقيه مرتبات. ما انا بقول لك اهو. احنا عايزين نتفرج عليه. حضرتك تعرف تصور المبنى من جوه. انت حضرتك هدوها شباب، هدوها وسابوها خرابي. قولوا للمدير بنبقى انت ما بين مفيش مرتبات. مين اللي قال الكلام ده؟ وبيعين ناس على المعاشات 500 و1000 ويقول لك احنا المكان ايوه هو مجلس الاداره اللي فوق اللي هي كده. وتحقيق معاه في المدينه عارفين هتسمعوا كان عنده حصان. حضرتك الجمعيه حصلت ايه؟ حصلت ايه؟ عمو كان